السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم معانا في فيديو جديد على قناتنا قناة موكا تشانل. إن شاء الله بإذن الله تعالى جايبين معانا النهاردة أول فيديو لأول اختبار للقلاية الهوائية من شركة نوتري كوك، اللي احنا كنا عملنا عليها ريفيو قبل كده بالانبوكسنج. وإن شاء الله بإذن الله تعالى هتلاقوا اللينك الخاص بالفيديو ده تحت في الديسكريبشن. وإن شاء الله النهاردة جايبين مع بعض كده عايزين نجرب بقى القلاية في مجموعة من الفيديوهات على حسب ما الناس قالت لنا، وعايزين يشوفوا تجربة واختبار القلاية دي هتبقى كويسة ولا لأ. فان شاء الله باذن الله في الفيديو النهارده جايبين مع بعض سمك، وهنبدا ان احنا نحمر السمك ده في القلايه، وزي ما انتم شايفين بزيت قليل جدا. بس كالعاده في بدايه الفيديو قبل ما نبدا هطلب منكم دايما ان انتم تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتم تعملوا لايك للفيديو، وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناه، وتعملوا شير للفيديو عشان يستفيد بيه كل الناس، وادخلوا على القناه عندنا علشان تلاقوا فيديوهات كتيره جدا ان شاء الله باذن الله تعجبكم. ويلا بينا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما قلت لحضراتكم كده في المقدمه، احنا عاوزين النهارده نجرب السمك، وكنا حاطينه في المقدمه باستخدام، احنا عاوزين طبعا المفروض ان القلايه بتكون نسبه الدهون فيها اقل بنسبه 85%، فالمفروض ان احنا يكاد يكون مفيش زيت. فاحنا جبنا كميه السمك اللي كانت موجوده معانا النهارده، وبدات ان انا اجيب، شايفين العبوه الجميله دي، عبوه زيت كريستال 200 مللي، الازازه الصغيره دي، وبدانا ان احنا نرش على السمك زي ما احنا شايفين، يا دوبك بس ايه بالفرشه كده اللي كانت موجوده، بس ايه حركنا الزيت كده على السمك زي ما حضراتكم شايفين، مش كميه زيت كبيره ولا حاجه، ده يا دوبك بس بالفرشه كده لمعنا السمك. ونيجي هنا بقى على الشوايه بتاعتنا، ونبدا ان احنا نفتح الشوايه، نعمل لها زرار الاون، هنا زرار الاون، فتحت كده الشوايه، ونبدا ان احنا نسخن الشوايه الاول قبل ما نبدا نحط فيها الكلام ده. فهنلاقي ان في زرار عندنا اسمه البري هيت، الزرار اللي فوق على اليمين ده اسمه البري هيت، اللي هو التسخين الاولي. هنبدا ان احنا نسخن القلايه، وبيقول لي هيتسخن لمده 3 دقائق. اقول له خلاص تمام ماشي. نبدا نعمل عمليه، او نبدا ندوس هنا على ستارت، فهتبدا زي ما احنا شايفين كده ايه القلايه تسخن الاول. هنعمل لها تسخين لمده 3 دقائق، وبعد كده نرجع ان شاء الله نفتح ونحط السمك بتاعنا، ونشوف البرنامج بتاع السمك بياخد وقت قد ايه. خليكم معانا كده. خلاص ال3 دقائق قربوا يخلصوا زي ما احنا شايفين، وعمليه التسخين الخاصه بالقلايه خلصت خلاص. كده القلايه جاهزه، انا بس عملنا لها تسخين كده قبل ما نبدا نحط الحاجه بتاعتنا. خلاص بندوس هنا على زرار الاون والاوف علشان خاطر يوقف القلايه، ونبدا بعد كده نفتح. بسم الله، نفتح كده مع بعض. بمجرد ما فتحنا شفنا اللمبه الداخليه قادت على طول. وتعالوا كده نبدا، يلا نحط الايه السكشنز بتاعتنا. نحط الجزء اللي تحت الاول اللي هو الصفايه، علشان الحاجه ادينا كده حطينا الصفايه بتاعت الزيت الاول، ونحط الرف الاول. ودينا مع بعض برضو هنشوف كده مع بعض، هل لما نحط اللي ارفف بالترتيب في مثلا هيبقى رف هيستوي عن التاني ولا لا. هنشوف مع بعض. وادي الرف التاني زي ما احنا شايفين، حطينا الرفين، ونبدأ ان احنا نقفل. وبعد كده نبص بقى على الاختيارات اللي موجودة عندي. فهنلاقي عندي هنا اختيار خاص بالسمك، هنضغط عليه، نفتح الاول تاني، وبعد كده نبدأ ندوس على اختيار السمك. فهو هنا بيقول لي ان السمك هيحتاج 8 دقايق بس على درجة حرارة 180 عشان تبدأ العملية تشتغل. انا مش عارف بعد 8 دقايق هل هيبقى السمك بقى تمام ولا لا، بس تعالوا نشوف. ولو احتاج وقت تاني نقول مثلا نزود له وقت تاني او حاجة. هندوس ستارت، وزي ما احنا شايفين بدأت العملية. وممكن كمان ندوس على زرار اللمبة موجود هنا، بحيث ان احنا نشوف الدنيا جوه عاملة ازاي. هوقف الفيديو لحد هنا، وان شاء الله بعد مرور ال8 دقايق، بعد ما العمليه دي تخلص او التايمر يخلص على 8 دقايق، نبدا نشوف السمك استوى ولا لا، وهل هيحتاج وقت تاني ووقت اضافي ولا لا.
فتحنا كده تاني مع بعض اهو، خلص 8 دقايق والماكينه عملت اند وبتعمل صوت كده بعد ما بتخلص. فاحنا بندوس هنا على زرار باور علشان نقفل كده القلايه. تعالوا نشوف كده في خلال ال8 دقايق دول هل فعلا الاكل استوى ولا لا. تعالوا نبص كده مع بعض ونبص كده على شكل السمك، نبص كده مع بعض ونطلع رف كده. يعني انا شايف لسه السمك محتاج شويه، لسه ما استواش. ممكن اللي جوه، يعني نبص كده مع بعض على اللي جوه، ممكن بدأت تتحمر شويه، بس انا شايف ان لا، هو لسه محتاج وقت كمان، لسه محتاج وقت تاني. محتاج ان احنا نبص ده برضو على الرف اللي تحت، نبص كده على الرف اللي تحت كده، نحط بس اللي في الرف اللي فوق. نبص على الرف اللي تحت، لسه الرف اللي تحت لا لسه مستويتش خالص. يعني انا شايف ان ال8 دقايق لسه مستويتش خالص، لسه السمك مستواش. فممكن نبدل ما بينهم كده ونعمل برنامج كمان مدته 8 دقايق تاني. شوف كده مع بعض، ده شكل السمك اهو بعد ما عدى 8 دقايق. انا شايف ان هو لسه مستواش. نجيب كده نبدل اماكنهم مع بعض، بدلنا كده، نزلنا اللي فوق تحت وناخد تاني اللي تحت نحطه فوق الشكل ده كده. كده احنا بدلنا المكان بتاعهم، ونبدأ ان احنا نقفل وندوس على زرار الاون والاوف ونعمل برنامج 8 دقايق. وممكن كمان نزود بقى الوقت شوية، ممكن نخليه مثلا 10 دقايق مثلا ولا حاجة، ونجرب كده ونفتح ونشوف بعد 10 دقايق هيبقى السوا عامل ازاي. هندوس ستارت وتبدأ تشتغل، ونبص كده بعد ما ينتهي ال10 دقايق نشوف هل السمك هيكون استوى تمام ولا لسه. وبعد ما المدة خلصت خلاص وخلصنا المدة، احتاجنا ان احنا نزود وقت تاني، وهقول لحضراتكم على ملخص كل حاجة. بس الاول بعد ما احنا خلصنا كل حاجة، تعالوا اوري لحضراتكم شكل السمك بعد ما خلصناه شكله عامل ازاي. ده كده الشكل النهائي للسمك بتاعنا النهارده، ما شاء الله متحمر كويس جدا، سواء كان السمك المشاط او السمك الصغير. بصوا معايا، السمكية متحمرة كويس جدا ومقرمشة بشكل غير عادي. ده سمك متحمر فيه القلاية من غير زيت او بزيت قليل جدا جدا مقارنة بالزيت اللي كان هيتحمر فيه السمك. السمك ما شاء الله، بصوا حضراتكم، هو بس عشان سخن حطيناه في الطبق، فشكله ما شاء الله جميل جدا وبألف هنا وشفا. القلاية ما شاء الله جميلة جدا والتسوية بتاعتها ممتازة. لكن بالنسبة لي موضوع الوقت، البرنامج بعد ما اتظبط على 8 دقايق والسمك طلع ما كانش مستوي، كان لسه ني، فاضطريت ان انا ازوده 10 دقايق كمان. فالسمك احتاج حوالي تلت ساعة عشان يكون استوى كويس جدا. وبعد تلت ساعة لو حضرتك بقى حابة ان انت تحمريه زيادة او تنشفيه زي ما احنا عملنا كده من خلال الفيديو، ممكن نسيبه 5 دقايق كمان فوق التلت ساعة عشان يكون اتحمر. لكن احنا عشان بنحبه متحمر زيادة او يبقى مقرمش زي ما احنا شايفين كده من خلال الفيديو، فانا سبته كمان 10 دقايق فطلع بالشكل اللي قدامنا دوت. لكن 8 دقايق اعتقد ممكن يكون بقى للسمك الفيليه مثلا، او اللي يكون السمك المخلي بشكل عام، ممكن يحتاج 8 دقايق او 10 دقايق بالكتير علشان يكون استوى او بقى ويل دان. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نكون دايما بنحاول نقدم لكم محتوى يكون مفيد على القناه عندنا. وادينا النهارده اختبرنا مع بعض القلايه الهوائيه النوتري كوك، وان شاء الله هيبقى في سلسله فيديوهات جايه ان شاء الله عشان نختبر كل حاجه في القلايه ونعمل فيها بطاطس ونسوي فيها كمان فراخ. فتابعونا ان شاء الله على القناه. وكالعاده في نهايه الفيديو هطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناه وتعملوا شير للفيديو علشان يستفيد بيه كل الناس. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتدخلوا على القناه عندنا عشان تلاقوا فيديوهات كتيره ان شاء الله باذن الله تعجبكم. ونشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.